بين الشكل ده وده في فرق كبير، واحد بيتعالج بالتقويم والتاني ممكن نحتاج تدخل جراحي. احنا قدام حالتين مختلفتين تماما. الحاله الاولى بروز الاسنان، هنا المشكله في الاسنان نفسها، الفكين طبيعيين لكن الاسنان الاماميه مايله لقدام، وفي الحاله دي غالبا التقويم اللي كلنا عارفينه بيكون كافي، وبعدها بنرجع الاسنان لمكانها الطبيعي. لكن المشكله لو في عظم الفك والاسنان نفسها مترتبه بشكل طبيعي، ممكن يكون الفك العلوي متقدم او الفك السفلي راجع لورا، ودي طبعا حاله بروز الفك، وده بيغير شكل الوش بالكامل، وده بيبان اكتر في السايد بروفايل. في الغالب بيكون مرتبط بطريقه نمو الفك وعوامل وراثيه كتير. لو الحاله اتشخصت بدري في اثناء فتره النمو، ممكن نستعمل اجهزه تساعد على توجيه نمو الفك والاستفاده من مرحله النمو دي. لكن بعد اكتمال النمو، افضل خطه للعلاج هي جراحه الفك مع التقويم، بحيث نصحح عضله الاسنان وبعدين نصحح مكان العظم. لو محتار ومش عارف حالتك وحاله طفلك محتاجه تقويم عادي ولا تدخل اكبر، شرفنا في العياده وبالكشف والفحص الدقيق هنقول لك مشكله ابنك ايه بالظبط والحل الانسب ليه. عيادات دكتور علي، الابتسامه اللي تستحقها.